مين السبب اللي خلاك ان انت تحفظ في القرآن الكريم او اللي كان الدافع ليك في ده؟ علشان انا ازهر. ازهر. طب لو انت ما كنتش ازهر كنت هتحفظ قرآن؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك، اسمك ايه؟ مصطفى. مصطفى. عندك كام سنة يا مصطفى؟ 11 سنة. 13 اصلا. 11 ولا 13؟ 13. اخر كلام. 13. كل سنة وانت طيب. حضرتك ايه؟ ماشي، علي صوتك بقى شوية. تمام ماشي. انا هسألك سؤال واحد ديني، اوكي؟ تمام. من هو الذي جاءت كنيته في القرآن الكريم؟ ابو طالب ولا ابو لهب ولا ابو هريرة؟ ابو لهب. تمام، اجابة مظبوطة. طيب انا عرفت بقى ان انت حافظ في القرآن الكريم، فقولي انت حافظ لحد قد ايه؟ لغاية سورة التوبة. يعني ما شاء الله انت حافظ لحد سورة التوبة ولا سورة التوبة؟ لحد سورة التوبة. ما شاء الله. طيب اتفضل ابدأ. انت هتحب تسمعنا ايه؟ اول سورة التوبة. ماشي اتفضل. ماشي. ماشي تمام. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. صدق الله العظيم. طيب قولي بقى انت مين السبب اللي خلاك ان انت تحفظ في القرآن الكريم او اللي كان الدافع ليك في ده؟ علشان انا ازهر. ازهر. طب لو انت ما كنتش ازهر كنت هتحفظ قرآن؟ تمام. تمام شكرا. كل سنة وانت طيب. شكرا. حضرتك طيب.